أما ما يتعلق بشبهة المنافقين في قضية أن الطواف مختلط، فنقول قد أجاب على ذلك العلماء والتابعون، وبينوا أنه لم يكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخالطن كما ثبت في البخاري، وكانت عائشة تطوف حجرة عن الرجال، لم يكن يخالطن. وصدر من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوى بأن الاختلاط الموجود في الطواف هذا اختلاط محرم، والواجب الفصل. وش الطريقة؟ كيف نفصل؟ نقول الله أعطانا الوسائل. في السابق كان العدد قليل، الآن الأحداث ضخمة. يا أخي يوضع هناك 3 وسائل لتحقيق الفصل، وسائل هندسية وتقنية نستطيع أن نستغلها لتحقيق الفصل بين الرجال والنساء، ويطوف النساء لوحدهن منفصلات عن الرجال. أما ما يحصل من العراق في الطواف والزحام والاتصال هذا لا أظن عاقل يقول بجواز ابتداء، لكنه خطأ يحتاج إلى تصحيح. وش المانع يا أخي؟ يهدم المسجد كاملا ويبنى من جديد ليكون أضعاف الموجود، فبدل أن يكون دائري وضخم وكبير يكون 10 أدوار 20 دور 30 دور، ويكون هناك مجموعة من الأدوار للنساء ويتحقق به الطواف، ويمكن أن تكون هناك بعض الوسائل التقنية حتى في تسهيل المطاف من العربات المتحركة ونحو ذلك. عذرا يا أخوة أشعر أني أطلق عليكم. لا تفضل، لكن